اهلا بكم. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا وحلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك. اهلا بكم في اولى فقراتنا وفقرة منشط النهاردة: اداء صلاة الفجر في موعدها تقي من امراض القلب. اظهرت نتائج احدث دراسة علمية حول امراض القلب وتصلب الشرايين ان اداء صلاة الفجر في موعدها المحدد يوميا خير وسيلة للوقاية من هذه الامراض، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب المسببة للجلطة القلبية. واكدت الدراسة ان مرض احتشاء القلب من اخطر الامراض وتصلب الشرايين والشريان التاجي. سببها الرئيسي النوم الطويل لعدة ساعات سواء في الليل أو النهار. وأظهرت الدراسة أن الإنسان إذا نام طويلا قلت نبضات قلبه إلى درجات قليلة، حيث يتوجب النهوض من النوم وأداء جهد حركي لمدة 15 دقيقة، وهو الأمر الذي يوفره أداء صلاة الفجر بصورة يومية. وجاء في الدراسة أن المسلم الذي يقطع نومه ويصلي صلاة الفجر يحقق صيانة متقدمة وراقية لقلبه وشرايينه، لا سيما أن معدل النوم لغالبية الناس أكثر من 8 ساعات. المنشط الثاني: برشلونة يضم طفل بدون قدمين لتدريباته. دعا مسؤول نادي برشلونة الأسباني ولد بدون قدمين ليخوض معسكر التدريب الصيفي للفريق في أسبانيا، وأثارت رغبة جابراييل مونيز صاحب ال11 عام في لعب كرة القدم وإصراره رغم حالته إعجاب مسؤولي النادي الكتالوني. ويقول عنه المدرب المسؤول في أكاديمية البروجرانا بالبرازيل: حينما رأيناه لم نصدق أعيننا، ولكنه أثبت قدرته على التنافس مع باقي اللاعبين والتفوق عليهم. وأكد وستتاح لمونيز الفرصة لرؤية العديد من المثل العليا في كرة القدم، وعلى رأسهم الساحر ميسي الذي كان يعالج من مشاكل في النمو قبل أن يتكفل بعلاجه ليصبح أفضل لاعب في العالم. بنلتقي مع الكابتن خالد مختار، المهندس خالد مختار، والكابتن ايضا خالد مختار لاعب الكروكيه في تاني فقراتنا في برنامج صحتك في لعبتك. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك يا فندم. كابتن خالد، ممارسه الكروكيه هل تقتصر على نوعيه معينه من اللاعبين خالص او في الانديه الراقيه فقط؟ لا خالص. طب نقول الكلام ده في الشاشه. بمنتهى البساطه، الكروكيه ده عباره عن قطعه ارض خضراء حضرتك مهندمه ومسطحه، وبنحط فيها أورسوهات معايا حضرتك، وبنلعب لعبة بسيطة جدا 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 بمضربها المعتاد ب4 كور. حضرتك لو تعرف الناحية الصحية والبدنية لهذه اللعبة وخاصة كل الأعمار، أولا اللعب ساعة في الكروكيه كأنك مشيت 3 كيلو. طيب نبص للشاشة من خلال شاشة قناة صحتي ونقول فايدة لعبة الكروكيه من خلال الصحة. أولا لعبة الكروكيه هي توافق عضلي عصبي لكل لاعب، لابد ان تكون صافي الذهن عشان يتم التركيز، لان يتم التركيز ازاي من الناحيه العضليه وناحيه التركيز يعني ما ينفعش يكون في حاجه شغلاني وانزل العب مباراه كروكيه. لا بمنتهى البساطه، لو حاجه شغلاك هيبان عليك في ادائك في اللعب، متنرفز متضايق من اي حاجه، لازم تكون هادي الاعصاب وبتلعب بمنتهى البساطه. دي اول حاجه، ذهن صافي. ذهن صافي. 2 اللياقه البدنيه، حضرتك بتتحرك داخل الملعب لمده ساعه كانك مشيت 3 كيلو متصلين. ليه؟ لان سعادتك بتفكر هتلعب اللعبه الجايه تعمل 3 كيلو يا كابتن. 3 كيلو في الملعب خلال ساعه. ما هم ال 3 كيلو دول انت مش ماشي خط مستقيم. مده المباراه ساعه؟ لا، هنا المباراه لا ترتبط بتوقيت، المباراه بتتلعب من جيمز، كل جيمز 7 جيمز مع 7 نقط. ال7 نقط دول اللي ياخد 2 جيم يبقى فاز. عملوا ايكوال، بنلعب الجيم الثالث. الجيم الثالث ده ممكن المباراه تاخد ساعة ونص، ساعتين. يعني تاني حاجة بالنسبة للصحة رياضة المشي 3 كيلو بالظبط كده، 3 كيلو. وبعدين مش مرتبطة بسن، بيلعبها الكبير والصغير، مفيش احتكاك، لعبة راقية. الناس اللي بتلعب كلها فيها تهذيب، ولازم لما يعمل أي حاجة لازم يعتذر للخصم إن هو عملها، حتى لو دخل كرة وخد منه أورسو، بنسميه أورسو، أو خد بونت وجي لك كده والتاني كان مفروض ياخد هذا البونت، بيقول له سوري انا اسف معلش ما اقصدش. فاللعبه راقيه جدا وبتتلعب بمنتهى الهدوء. اللاعبين بعد ما بيخلصوا بيسلموا على بعض، وقبل ما يبداوا اللعب بيقول له جود لك للماتش. ماتش بيبقى في منتهى الجمال. مهندس خالد، عايزين نوصل اللعبه ديت للكره في مراكز الشباب، ازاي نوصلها؟
حضرتك بمنتهى البساطة اللعبة دي تصل لأي مكان في مركز شباب. خد قطعة أرض مساحة الملعب 26 متر ونص في 32 متر طول، معايا حضرتك؟ أي مساحة أرض مع الاختلاف من 4 ل 5% من هذه النسبة، بمعنى ال 26 ونص دول ممكن يقلوا بنسبة 4 أو 5%، والطول ممكن يقل ب 4 ل 5%، يعني ممكن أخليهم 21 متر عرض و28 متر طول وهكذا. ليه مش منتشره لعبه الكروكيه؟ حضرتك اللعبه دي ليه مش منتشره؟ لان اغلب الناس، اولا اللعبه مكلفه شويه، لان لازم محتاجه ارض منبسطه تماما زي جوخه البلياردو. 2، الناس معتقده ان اللعبه دي لعبه العواجيز، ولعلم سعادتك الخاص مصر حتى لو عواجيز احنا محتاجين العواجيز يمارسوا رياضه. بالظبط كده، بالظبط كده، ولذلك منتشره دلوقتي في 19 نادي في مصر. 19 نادي في مصر بيمارسوها، والاتحاد بتاعها بينشر هذه اللعبة بصورة ممتازة بدعمه بكل الأمور اللي بتتم. كابتن خالد، كلمة أخيرة من خلال شاشة قناة صحتي توجهها لمين؟ أوجهها لكل الشباب وكل الناس اللي قاعدة على الكراسي. لو سمحت اتفضل خد مضرب وانزل الكروكيه، والكروكيه إذا أحسنت فيه لمدة 10 دقايق مش هتنساه ابدا، وهتلاقيها لعبه ممتازه واجتماعيه ورائعه، ويلعبها الزوج والزوجه والاولاد، وكلهم بيكونوا اسره زي عندنا كده، اسر بتلعب لعبه اجتماعيه في منتهى الجمال. بنلتقي وفقرتنا القادمه واحد لاعبي الكروكيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. تتعرف بيك؟ طه اسماعيل، لاعب كروكيه. كابتن طه اسماعيل، ليه الكروكيه اللي اخترتها هي؟ لعبه هاديه ومناسبه للسن ولقيت فيها نفسي. يعني السن ما بتشترطش السن طبعا. لا هو بس متعبه. يعني عايزه لياقه بدنيه عاليه، بتوطي وبتمشي وذهن صافي. انا عامل عمليه قلب مفتوح، والدكتور قال لي لازم تمشي على الاقل ساعه في اليوم، وهي دي الملعب اللي بمشي بيه، وبعدين المضرب خفيف على قد ايدي وبلعب بكره واحده. يعني اذا الكابتن طه اسماعيل عامل عمليه قلب مفتوح وبيمارس الرياضه، والطبيب اكد له على اهميه الرياضه في علاجه يعني. قال لي لازم تمشي على الاقل ساعه في اليوم. وبعد ما مارست رياضه الكروكيه بعد عمليه القلب المفتوح، حاسس بايه؟ انا اكني رجعت تاني زي 16 سنه بعد العمليه. اهميه ممارسه الرياضه للصحه ان هي بعدتني عن التدخين وظبطت جسمي والكرش نزل بتبقى سعيد بقى بعد ما تخلص المباراه اللي بتلعبها، في نشاط ذهني وعقلي بعد ما بتخلص. احنا بنركز ازاي ان انا ابعد الخصم عن الارسو، واحاول ان انا اسبق الاول واجيب الارسو الاول، فيها برضو تفكير. يعني من شاشه، من خلال شاشه قناه الصحه تنصح اللي ما بيمارسوش رياضه بايه؟ لازم يمارسوا رياضه حتى لو مشي. يعني بتفيد في العلاج، بتفيد في النشاط العقلي الذهني، كل حاجه. كلمه توجهها لمصر من خلال شاشه قناه الصحه تقول ايه؟ ربنا يوفق مصر ويمشيها على الطريق السليم اللي احنا بنتمناه دايما يا رب. بنلتقي وفقرة أخرى في برنامج صحتك في لعبتك من داخل ملعب الكروكية، وبنواصل رسالتنا مع الكابتن محمد المدير الفني للعبة الكروكية بنادي الغابة. أهلا بيك يا كابتن. أهلا يا فندم. كابتن محمد، بدايتك مع الكروكية؟ أنا بدايتي من بقالي دلوقتي بلعب كروكية 24 سنة ما شاء الله يعني. كنت بدايتي كنت في نادي الزمالك، وبعدين رحت لعبت في كذا نادي، الترسانة، الشمس، مدينة نصر، وآخر حاجة كانت الزهور الموسم اللي فات. والموسم ده رحت نادي الشروق، اتنقلت لنادي الشروق وبدرب في نادي الغابه. ينفع ان انا العب وادرب يعني في نفس الوقت. مسيره طويله من لعب الكروكيه. الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا، وكل الانجازات اللي انا عملتها طبعا فضل من ربنا واجتهاد. ان انا الانجازات اللي عملتها كابتن محمد ايه؟ الحمد لله انجازات. انا خدت 3 بطولات جمهوريه و5 بطولات تصنيف، اللهم صل على النبي، بطولة العالم. الكروكية بنشترك فيها في بس وليست لعبة أولمبية. لا هي مش أولمبية، إنما فيها عالمية، لكن بطولات دولية عالمية. أخدت بطولة مصر الدولية. أنا في بطولة اسمها بطولة مصر الدولية، بتتلعب كل سنة في شهر 6 من 1 أكتوبر ل 6 أكتوبر. الأستاذ أمير رمسيس تحت رعايته يعني وبيعملها. بتيجي ناس أجانب من بره، دي بتبقى بطولة مصر الدولية، اسمها بطولة مصر الدولية. الحمد لله رب العالمين خدتها مرتين،
وبطوله العالم خدتها مره زي ما قلت لحضرتك، وان شاء الله في بطوله العالم احنا مسافرين في شهر 11 عندنا كاس العالم الفرق في جنوب افريقيا ان شاء الله. وبالنسبه لنادي الغابه انا بحاول ان شاء الله، انا اول سنه ليا معاهم ديت، وبحاول انا ان شاء الله على قد ما بقدر اعمل فرقه، لان هو نادي محترم، ناس محترمه ونادي كويس، وان شاء الله هحاول اعمل حاجه معاهم ان شاء الله. كابتن محمد، وانت بطل الجمهوريه، وانت بطل ايضا عالم في الكروكيه، اهم شيء بتبثه في لاعبي الكروكيه؟ اهم شيء ان انا خلال خبراتك كبطل عالم وبطل مصر. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، هي الفكره في لعبه الكروكيه وفي اي لعبه رياضيه ان انا لازم اجتهد عشان ربنا يديني. انا راجل بطل عالم او بطل مصر الدوليه او بطل جمهوريه او اللي خلاني كده ايه؟ عشان انا بجتهد وربنا بيديني. فانا يعني انا بتكلم في نقطه ايه؟ ان اللعيب يتمرن ويعمل اللي عليه ويسمع كلام المدير الفني التنفيذ اللي هو بيقوله، وينفذ اللي هو بيقوله المدير الفني، التنفيذ البدني والخططي اللي هو كل حاجه. يعني التمرين اللي احنا بنتمرن دلوقتي، احنا بنتمرن والصحه ايضا. احنا بنتمرن دلوقتي عشان خاطر داخلين على السيزون ان شاء الله. احنا عندنا الاسبوع الخميس والجمعه الجايين ماتش مع الشمس في كاس مصر. طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا بنجتهد اهوت زي ما انت شايف، وزي ما بقول لك انا بقول لك اللي بيجتهد ربنا بيديله. يعني ما اقعدش في البيت واجي انزل العب الاقي نفسي عشان خاطر ربنا يديني، مش هيديني. فلازم اجتهد واتمرن واعمل اللي عليا، والباقي طبعا على ربنا ان شاء الله. يعني كابتن محمد، كلمه اخيره بتوجهها لمين من خلال شاشه قناه صحتي؟ بشكر قناه صحتي وبقول لهم بالتوفيق ان شاء الله دايما. واتمنى بس اللي احنا يعني اللي يبقى في بس ايه اعلام شويه على حته الكروكيه ديت. احنا معاكم انا بقول لحضرتك احنا الكروكيه بصراحه في ودي رسالتنا ان احنا معاكم في الالعاب الشهيده. يعني انا عايز اوصل لحضرتك حاجه، ان الناس تبص للكروكيه، لان احنا دلوقتي احنا 8 بطولات عالم اتلعبوا، احنا واخدين 7 بطولات ما شاء الله. فاحنا يعني حقنا مهضوم في الموضوع واحنا معاكم وبنأدي رسالتنا معاكم، وان شاء الله نتقابل المره الجايه وانت راجع لنا ببطوله عالم. انا عايز اقول كلمه بس، الاستاذ امير رمسيس نجيب اللي هو رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري عندنا، راجل بيجتهد بصراحه وبيعمل كل حاجه كويسه. فانا يعني زي ما بقول كده لحضرتك ان الاعلام بس يبص للعبه شويه، لان انا بقول لك احنا عندنا كاس عالم اهوت في شهر 11 اللي جاي في جنوب افريقيا، مصر وفي 8 دول معانا كاس عالم. يعني كاس عالم، يعني انت فاهم قصدي. احنا معاكم اعلاميا ومسانده برضه ان شاء الله. وبشكر طبعا القناه الجميله، وبشكر حضرتك طبعا، وبشكر الناس اللي موجوده كلها اللي هي تبع القناه، وبتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. وزي ما بقول لك احنا بس عايزين نخلي بس الاعلام والناس يبصوا للعبه شويه عشان خاطر تاخد حقها يعني ان شاء الله رب العالمين. شكرا يا باشا. نلتقي بكم واحدى لاعبات الكاراتيه مدام ساميه الفريد عبد الملك. اهلا بك مدام ساميه. اهلا بحضرتك. مدام ساميه، بتمارسي لعبه الكروكيه من امتى؟ انا بقالي الحقيقه 5 سنين بلعب. 5 سنين. ليه الكروكيه اللي اخترتيه؟ والله هو لعبه بتناسب كل الاعمار، وفيها جزء كبير قوي من التركيز، وبعدين رياضه برضو بمشي فيها كتير في الملعب. يعني احنا انت محتاجه رياضه المشي؟ اي حد في مفروض ان هو بيمارس رياضه المشي، يعني علشان نبص بقى للكاميرا كده ونقول للمشاهدين عن رياضه المشي. والله هو رياضة المشي طبعا مفيدة لكل أعضاء الجسم، لأنها بتنشط الدورة الدموية وبتزيل لو في دهون زايدة في الجسم، وفي نفس الوقت بتبقى رياضة مناسبة لكل الأعمار وفي كل وقت. الواحد ممكن يمشي في كل وقت، كذلك برضو يقدر يلعب كروكيه في أي وقت، لأنه أولا بينمي عند الواحد التركيز زيادة، وبقدر امشي فتره طويله داخل الملعب. يعني انا بمشي مثلا لو بلعب جيمين او 3، الجيم ممكن ياخد مني ساعه، فبيعتبر بمشي 3 ساعات. صحيح هم مش متصلين، بس ممكن تبقى ساعه منهم متصله. فطبعا بيبقى بالنسبه لي بمشي كويس، بركز في الملعب كويس، بيخليني اخرج من كل طبعا المشاكل والبتاع. هو بيحتاج جزء كبير قوي من التفكير والتكتيك برضو، نشاط عقلي وذهني. نشاط عقلي وذهني وحركي، فهو بيشمل كل انواع الحركه. فهو طبعا مفيد بالنسبة لأي حد في أي سن، في أي عمر، في أي مستوى اجتماعي، لأن هي لعبة ما بتحتاجش برضو مبالغ طائلة مثلا زي التنس، إن أنا هأجر مثلا ملعب وهدي مدرب برايفت. لا، هي الملعب هنا الحقيقة
في اي مكان. بالنسبه للكروكيه مدام ساميه، رياضه الكروكيه اضافت لك ايه؟ اضافت لي نوع من الصبر طبعا، وقوه التحمل، والتركيز الزياده الشديد، وكمان اتعرفت على ناس كتير قوي قوي، فتحت لي مجالات كتيرة ان انا اتعرف على ناس كتير، لان هي لعبة بنقول انها يعني اجتماعية. الاسره بتيجي تشجعك وانت بتلعبي ماتش الكروكيه؟ هو انا بنتي الحقيقة لعيبة كروكيه، وتحت سن 21 اشتركت في بطولة العالم وواخدة مركز ما شاء الله. وابني برضو بيلعب، وجوزي بيجي يشجعني. بيجوا يتفرجوا على ماما بقى؟ بيجوا يتفرجوا معايا وانا بروح ماتشاتها. لما بتكسبي بقى، لما انت بتكسبي هنا في النادي؟ لما بكسب طبعا كل الناس هنا بتفرح، وانا كمان. والاسره بالتاكيد طبعا، لان شايفين ان انا ببذل مجهود ومخصصه وقت معين للتمرين، فيبقى كويس ان الواحد بيجني ثمر المجهود بتاعه واللعب. لكن في الاساس بتمارسي الرياضه من اجل الرياضه والصحه، وبعد كده تحقيق البطولات. هو طبعا الرياضه في حد ذاتها حلوه، يعني انا بحقق ان انا بلعب رياضه، وبعدين لما بحقق مكسب وبحقق بطولات ده مكسب تاني بالنسبه لي. مدام ساميه، كلمه اخيره تقوليها لمصر، تقولي ايه؟ اقول ربنا يخلي لنا بلدنا حلوه وجميله، ونحافظ عليها، وبتمنى ان احنا نرجع نعيش تاني مع بعض في سلام، وتبقى مصر متقدمة، وكل ولادها المتخصصين اللي موجودين فيها في كل المجالات يعمروا فيها ويبنوا فيها، علشان نوصل لمستوى كل الدول، لان احنا ما بنقلش عنهم اي حاجة، بالعكس احنا عندنا كوادر حلوة قوي، وعندنا ناس متعلمة كتير ومثقفة كتير، عندنا ابطال في الرياضة، فاحنا في كل المجالات، انا اتمنى ده البلد بتاعتنا يعني. قبل ما نختم بنفكركم ان اول اشتراك في مصر في الدورات الاولمبيه كانت في الدوره الخامسه بستوكهولم عام 1912، حيث كان الاشتراك رمزيا بلاعب واحد في لعبه السلاح، وهو اللاعب احمد حسين. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحه هيقول كلام والرياضه كمان. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده وبرنامج صحتك في لعبتك.